السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم باشمهندس ايمن من قناة ايمن بيلدز. وان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن اللاين تريسنج كار. خلونا نتكلم الاول، هنتكلم عن ايه هي فكرة العربية دي وبتشتغل ازاي وايه الكومبوننتس اللي بنستخدمها فيها. بعد كده هنتكلم عن البروجكت بشكل ديتيلد قوي، وهنتكلم عن البارتس وكل استخدام كل واحد فيهم ونتعلم ايه وهكذا. واخر حاجة هنتكلم عن الوايرنج دايجرام بتاع البروجكت ده. فخلونا نبدأ بأول حاجة وهي what is a line following car. في الأول خلونا نقول إن في كذا نوع من ال RC cards، وال RC cards هي remote controlled cards، وواحد منهم هو ال line following car. طيب ال line following car هو عبارة عن car بتمشي مثلا، نفترض إن ده التراك بتاعها، فهي الكار دي بتحاول إن هي تجو through اللاين ده من غير ما تخرج براه خالص. ده بيحصل إزاي؟ بيحصل عن طريق شوية components هنتكلم عنهم فيما بعد. حلو. طيب احنا هنتعلم ايه من البروجكت ده؟ هنتعلم ان احنا نستخدم سنسورز، والسنسورز دي هنعمل بيها داتا، وبعد كده الداتا دي هتروح للام سي يو بتاعنا او المايكرو كنترولينج يونت، وبعد كده هيكون في اكشن هيحصل عن طريق الاكشويترز بتاعنا. جميل. طيب خلونا بقى نتكلم عن الكومبوننتس بتاعت العربيه بتاعتنا. بص يا سيدي، اول حاجه لو ما كنتوش شفتوا الفيديو بتاع الاوبسكال افويدنس كارد فارجعوا شوفوه، وبعدين تعالوا كملوا الفيديو ده لان هو بيزد على بعض شويه. طيب خلونا نقول اول حاجه وهو العجلات او المواتير. عندنا 4 دي سي موتورز اللي هما 1 2 3 وفي واحد هنا 4. جميل. الاربعه دي سي موتورز دول بيتحكموا في 4 ويلز اللي هما دول 1 2 3 4. جميل. الموتورز دي بنتحكم فيها عن طريق 2 موتور درايفرز، ده واحد والمفروض يكون في واحد تاني جنبه. الموتور درايفرز هو دوره ان هو بيتحكم في الدي سي موتورز بتاعتنا. ده بيحصل ازاي؟ زي ما احنا شايفين هنا عندنا في 1 اوتبوت و2 اوتبوت و3 ده الانبوت. 1 ده بيروح لدي سي موتور ده مثلا، و2 بيروح للدي سي موتور اللي هنا، و3 ده بنوصله للاردوينو بتاعنا، بناخد منه الداتا وبنتحكم في الموتور درايفر من عن طريق، يعني بنتحكم في الموتورز عن طريق الموتور درايفر من خلال الاشارات اللي بتجيلنا من الاردوينو اللي هي بتيجي عن طريق المدخل ده. جميل. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا طبعا الاردوينو بورد بتاعتنا اللي هي دي، ودي طبعا هي اللي بتتحكم في كل حاجه. وعندنا الباتري هولدر والباتريز بتوعنا، ودول اللي بيدوا باور للبروجكت بتاعنا. طيب اهم حاجه عندنا بقى هما التو بارتس دول، التو اي ار سنسورز. الاي ار سنسور لو حد فيكم ما يعرفش هو بيديتكت الاوبجكتس. جميل. طيب الاي ار سنسور ده بيعمل ايه في البروجكت ده سبيشالي؟ يعني هو بيديتكت الكالر. فاحنا لو افترضنا ان التراك بتاعنا زي ما احنا كنا رسمنا هنا كده الريد كالر. جميل. فالاي ار سنسور هيكون كل دوره ان هو يمشي على الريد كالر ويحاول ما يخرجش بره ابدا. وعشان كده احنا عندنا 2 اي ار سنسورز اللي هم 1 and 2. دول هدفهم ان دايما بيخلوا التراك في النص ما بينهم، في الحته دي كده دايما، بحيث ان كل لما العربيه تيجي تحود يمين او شمال، بحيث ان هي تحود يمين او شمال زي ما قلنا يعني، عشان تخلي التراك في النص ما بينهم. جميل. وطبعا عندنا العربيات، وعندنا الشاسيه بتاع العربيه، وعندنا العجله اللي قدام دي عشان التوازن. حلو. جدا. طيب ايه تاني؟ عندنا بقى الوايرنج دايجرام بتاعنا زي ما احنا شايفين هنا. ده بيفترض ان احنا هنستخدم 2 ويلز بس مش 4 ويلز. عموما انت ممكن تستخدم 2 ويلز او 4 ويلز زي ما انت حابب. جميل. اول حاجه زي ما كنا قلنا عندنا الدي سي، ال2 دي سي موتورز بتاعنا. اول واحد فيهم هو هنا بيستخدم 1 موتور درايفر عشان يتحكم في 4 دي سي موتورز، عن طريق ان كل 2 دي سي موتورز بيعتبرهم 1 دي سي موتور. بيعمل ايه؟ بياخد بوزيتيف كومن بوزيتيف، زي ما احنا شايفين هنا بياخد كومن بوزيتيف ما بين الدي سي موتور 1 ده، خلينا نقول 1 2 3 4. بيعمل كومن بوزيتيف وكومن جراوند ما بين دي سي موتور 1 ودي سي موتور 2، وفي الاخر بياخد البوزيتيف بتاع الموتورز 1 و 2 بيحطها هنا في اوت بوزيتيف، وبياخد الجراوند بتاع موتورز 1 و 2 وبيحطها في الاوت نيجاتيف. وبيعمل نفس الحاجه في 3 و 4 برضه، بياخد كومن بوزيتيف وكومن جراوند بيوصلهم بالاوت بوزيتيف والاوت نيجاتيف. حلو. بيعمل ايه تاني بعدين؟ بياخد بقى هنا عندك هنا بياخد 5 فولت وبيوصلها بالاردوينو، بيوصلها بال 5 فولت بتاعت الاردوينو، وبياخد جراوند من الباتري بتاعتنا، خلي بالك انت في اي بروجكت لازم تبقى عامل كومن جراوند. انت اصلا الجراوند بتاع الباتري ده زي ما احنا شايفين كده في الخط ده كده اللي بيفضل ماشي
وبيوصل بالجراوند بتاع الاردوينو، لان لازم البروجكت كله يكون على كومن جراوند. جميل. وبعد كده عندك ال 12 فولت ده بيكون واخدهم من الباتري لوحدها، وهو مركب في النص هنا سويتش عشان يشغل ويفصل البروجكت من خلال السويتش ده. حلو حلو. وبعدين هنا بقى بيتحكم في الموتورز دي من خلال الاسلاك دي، بيوصل الاسلاك في 4 او في 6، سوري، في 6 بينز من اول 5 لحد 10. حلو. وزي ما قلنا بقى بيعمل ايه تاني، بياخد الاي ار سنسور. الوايرنج بتاع الاي ار سنسور بيكون كالاتي: الاي ار سنسور فيه في سي سي وجراوند وداتا. الفي سي سي بتاعه بيكون واخده من ال 5 فولت اللي هو هنا، والجراوند بيكون واخده موصله بالجراوند هنا، والداتا موصل واحد باي 3 باي 4 وواحد باي 5. حلو حلو. كده احنا اتكلمنا عن اللاين فولوينج كارد. ولو عندكم اي سؤال عن البروجكت ده فاكتبوا لي تحت في الكومنتس، واكتبوا لي لو عندكم اي فيدباك عن التصوير وعن الفيديوز اللي احنا بنعملها دي. مستني الفيدباك بتاعكم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو وابعتوه لاصحابكم.